كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك عليكم جميعاً. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تعالوا النهاردة أوريكم إزاي نعمل تصميمات إعلانات رمضانية بطريقة بسيطة واحترافية في نفس الوقت، خطوات سريعة وسهلة ومن غير أي تعقيد، وهتشوفوا مع بعض إزاي نطلع نتائج قوية وعالية زي اللي قدامكم كده. معاكم أخوكم أبو حمزة، تحياتي وسلامي ليكم جميعاً. يلا بينا نبدأ مع بعض. الأول يا جماعة، قبل ما نبدأ أي تصميم كنا على طول بنفتح الفوتوشوب ونشتغل تقليدي عادي خالص. لكن دلوقتي المعادلة اتغيرت تماماً. في ظل التطور الرهيب بتاع الذكاء الاصطناعي بقى الموضوع أبسط بكتير. بنكتب فكرة التصميم اللي في دماغنا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بروح على تشات جي بي تي يظبط لي برومت محترم للفكرة بتاعتي. هاخد البرومت الجاهز واروح على الموقع اللي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف، وده موقع جديد تقدر من خلاله تعمل صور وفيديوهات بأغلب الموديلات الحديثة. أول ما بتسجل فيه بيديك 120 نقطة هدية، ولو خلصوا تقدر تسجل بإيميل جديد من المتصفح الخفي. بتضغط على نيو بروجكت وبعدين تختار ورك فلو. هتستنى شوية، هتفتح معاك الواجهة دي، هتلاقي عليها مثال بيشرح طريقة الشغل على الورك فلو. بتمسح الكلام ده وتضغط على علامة البلس وتختار منها Text to Image. هنا بقى هتحط البرومت اللي انت عايزه، وفي الجزء ده تختار الموديل اللي هتشتغل عليه، وهتلاقي أحدث حاجة نانو بنانا 2. تختار الجودة لحد 4K وتحدد الصيغة والمقاس المناسب ليك. تحط البرومت في المكان ده وبعدين تضغط Run. هيخصم منك 10 نقاط بس. بصوا النتيجة، حاجة جامدة جدا، من غير برامج ولا تعقيد، كله بالذكاء الاصطناعي. أنا هشتغل على النتيجة دي اللي كنت عاملها من شوية. هاخدها وافتحها على الفوتوشوب، بضغط كنترول زائد M علشان أظبط الإضاءة والألوان. بعد كده بجيب الكلمة اللي هضيفها للتصميم، وهنا أنا عاملها صورة علشان هحولها لستايل مميز باستخدام الذكاء الاصطناعي. بروح على بنترست واشوف الستايل اللي عاجبني في الكتابة. هتلاقي تحت كل شكل البرومت الخاص بيه، وهسيب لكم رابط الصفحة دي تحت في الوصف. عجبني الستايل ده، هاخد سكرين شوت للجزء اللي فيه البرومت علشان أنسخه. أروح على جوجل يحول لي الصورة لنص، وبعد كده أعدل عليه. أشيل الجزء اللي فيه المسامير مثلا، وبعدين أنسخه تاني. بعدها أفتح موقع arena.ai وأحط النص بعد التعديل، وارفع الصورة اللي مكتوب فيها الجملة. بس خد بالك، ما تنساش تكتب نفس الجملة جوه البرومت علشان الذكاء الاصطناعي يفهم ويطبق عليها صح. شايفين النتيجة؟ هو ده اللي كنت محتاجه بالظبط. بحمل الصورة وبعدين أرفعها على الموقع الصيني علشان يفرغ الخلفية، وحملها بصيغة PNG. آخد الجملة وأضيفها للتصميم، وأشوف هحطها فوق ولا تحت ولا في المكان اللي شايفه مناسب حسب التكوين. وأضيف التايبوجرافي ده كمان علشان يكمل الأجواء الرمضانية. بعد ما أخلص العناصر باخد لقطة شاشة وارجع للموقع تاني وخليه يدمج العناصر كلها مع بعض بنفس الروح، نفس الألوان، ونفس تأثير الإضاءة. بجرب أظبط الشكل النهائي كذا مرة لحد ما أوصل لأفضل نتيجة ممكنة.
وده كان درس النهاردة ببساطة. لو عجبك المحتوى ما تبخلش علينا بلايك وتعليق، ويسلام لو اشتراك، علشان نكمل ونقدم محتوى أقوى بكتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.